السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الهنا، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى كنت محتاره في الغدا كده، فلقيت عندي في الفريزر حوالي كيلو كفتة كنت عاملاها طبعا وشايلاها في الفريزر، فطلعتها يا دوبك فكت عقبال ما فطرنا وكده. وقلت بقى ايه اصبحها ونشوف هنعمل النهارده غدا ايه. انا كنت عامله معاكم قبل كده طريقة الكفتة قبل ما تروح للجزار نفسه اللي هيفرمها لي. انا ما عنديش مفرمة في البيت يا بنات، انا ببعتها للجزار بيفرمها لي. كيلو الرز، كيلو الكفتة بحط عليه كيلو رز، واحدة شبت، واحدة بقدونس، وبصلتين، قرن فلفل كده لو عايزاه حامي تمام، مش عايزاه اخضر عادي. وتوابلك بقى ملح، فلفل اسمر، كمون، بهارات، حبة كزبرة. البهارات بقى بتاعتك شكليها كده تشكيلة حلوة. واجي غسلة الرز غسلة حلوة، واغسل طبعا الشبت والبقدونس والبصل بتاعي، واروح حطاه كده بقى في العلبة، واروح على الجزار على طول. الكيلو بياخد كيلو رز، النص كيلو كفتة بتاخد نص كيلو رز. لو عملتيها كتير مش هتحسي لو عملتي يعني الرز كتير عن اللحمة بتاعة الكفتة نفسها مش هتحسي بطعم الكفتة. لو عملتيها قليل هتفكي منك وتحسي ان انت يعني مش هتبقى حلوة. كيلو عليه كيلو، النص عليه نص، وهكذا. يلا بينا بقى ايه نصبحها كده. انا هصبحها ولا تخينة قوي ولا رفيعة قوي. صبحها طبعا واعملها كده، احمرها وانا واقفه في الطاسه. عايزه اقول لك ان الشقه عندي تضرب تقلب. يعني انا بقيت اعمل الشقه شويه والمطبخ شويه. خلاص بقى بدأنا امتحانات وكده وما بقاش في حد يساعدني دلوقتي. عايزه اقول لك يعني مش عارفه اعمل ايه. قلت الاول احمرها وبعد كده ايه اروح ابص على الشقه بصه واشوف الدنيا فيها ايه. بصي اهي اتحمرت، بصي ما شاء الله تحفه معايا، مش فكه ولا مكسره ولا اي حاجه. المقادير المظبوطه يا بنات، كله بيعملها كده. كيلو الرز عليه كيلو لحمه، نص كيلو رز عليه نص كيلو لحمه. طبعا البصل والبهارات بتاعتك والشبت والبقدونس بتطلع معاكي احلى كفته بجد والله العظيم، بتبقى تحفه. ولا حط لها بقى بيكنج باودر ولا اي اضافات تانية، ولا الكلام اللي انا بسمعه الغريب ده، بسمع شعريه وبسمع حاجات غريبه. لا لا، احنا بنعملها كده. كفته رز بتتعمل برز بس. خلاص بقى كده ايه هحمرها وابدا بقى ايه. جبت بصلايه صغنونه كده في حبه سمنه بس يا دوبك البصلايه ادتني لون كده مصفر شويه. وحطيت الطماطم حوالي شفشق طماطم. طبعا الطماطم بتاعه الكفته انا بحب ايه اصفيها، ما بحبش احطها كده. وعليها حبه فلفل اسمر، حبه ملح، حبه كمون، واسيبها بقى ايه تاخد وتدي كده لحد ما تتسبك معايا عشان خاطر ايه احط فيها الكفته. بس كده طريقتها سهله وحلوه. وعايزه اقول لك ان طول ما انا واقفه كده الولاد بقى رايحين جايين عليها بقى الكفته المحمره دي. الذكريات بتاعتنا الجميله، مين كان بياخد الكفته وهو صغير ويجري؟ الصراحه مهما تاكلي بتبقى المحمره دي حاجه تاني. العيش الصراحه. هشيل بقى الطاسه واحط غيرها على طول. بشيل وبحط لحد بس ايه ما التسبيكه بتاعت الكفته تسبك معايا كويس كده. وبعد كده بقى ايه اسبك. وهعمل كمان نوع كفته تاني خفيف وحلو قوي هتشوفيه معايا كده. لو وصلت لحد هنا بقى ما تنسونيش في اللايك والشير، وقولوا لي ايه رايكم في القناه بتاعتي، وبتابعوني من انهي بلد عشان يهمني قوي. كده خلاص بقى اشوف كده ايه الكفته التسبيكه بقى اتسبكت ولا لسه. طبعا انا حاطه كل حاجه على النار يا بنات، لسه ما عملتش الرز الصراحه. خلاص كده بقى كده تمام قوي. احط بقى الكفته بتاعتي، انا قسمتها نص في التسبيكه ونص تاني هعمله بطريقه حلوه. بصي تمام كده. هسيبها بقى تاخد وتدي كده غلوتين ثلاثه وبس كده معايا. طلعت معايا احلى كفته بتاعت الافراح بقى بتاعت زمان دي، الحاجات الحلوه بقى يعني اللي كبرنا وتربينا عليها. هي دي الطريقه بتاعتها الصح. اللي في الكاسات التانية دي مش عارفاها الصراحة. هجيب بقى حلة تاني واحط فيها معلقة سمنة بلدي، معلقة زيت، واحط بقى الشعرية عشان ابدأ اعمل ايه الرز بشعرية. كنت هعمله حبة وحبة بس انا كنت عاملة معاكم قبل كده رز حبة وحبة كتير قوي، فقلت المرة دي هعمله ان شاء الله بشعرية. طبعا الشعرية بس تاخد وتدي كده، تحمر بس شوية. وابدأ بقى ايه، طبعا لسه في بقية الكفتة بيتعمل معايا. دي كده خلاص يعني هطفي عليها. ما بحبهاش مهرية قوي. اي اكل بصي، اي طبيخ، اي اكل عندك ما تحاوليش تسويه السوى اللي هو ايه 100% ده، لان بعد كده هيبرد وهتعوزي تسخنيه هتبصي تلاقيه يعني مهري كده. اعملي نص سوا. حتى لو شلتيه في التلاجة لتاني يوم لحاجة بيبقى عندك الاكل كأنك لسه عاملاه دلوقتي حالا. لكن الطبيخ اللي هو بيبقى مستوي 100% ده شوية كده، طبعا احنا في الشتاء بنعوز نسخن، هتلاقيه اتهرى معاكي.
دي كده خلاص. هعمل بقى طريقة الكفتة التانية. طبعا انا عمالة اطلع في الطاسة واحط تاني عشان خاطر انجز معايا، واطلع اشوف الشقة فيها ايه وادخل. كانت عندي الصراحة الدنيا بصي يعني مكركبة على الاخر. مش عارفة هنزلها لكم في الفيديو ده ولا الفيديو الجاي ان شاء الله. كنت سايبه بقى الشقه كده، يعني كان بقالي يومين عندي نزله برد وكده فما عملتش فيها اي حاجه. بس مره واحده كده قمت لقيت نفسي عماله اعمل فيها. بجد الواحد ما بيفوقش الا لما بيقوم يروق وينظف. طول ما انت قاعده والدنيا مكركبه حواليكي بتعي زياده، لكن لما الواحد بيقوم كده ويروق وينظف ويفتح الشبابيك تحسي ان بقى في نشاط وفي حيويه. لكن طول ما انت قاعده كده مثلا وحاطه البطاطين عليكي والسقعه والتلج وما اعرفش ايه، لا والله بتعي زياده والكسل بيمسكك زياده. والله يا البنات لو حتى تعبانه وفيكي ايه قومي وتحركي، والله هتلاقي نفسك سبحان الله ربنا اداكي نشاط كده. لان انت بتشوفي حاجه بيتك وبتشوفي وراكي ايه. قمت كده بقى ايه يعني دمرت الدنيا الصراحه. بس الفيديو هيبقى طويل هنزله لكم المره الجايه. وعلى قد كده يعني نص ساعة الدنيا بتبقى زي الفل. لكن طول ما انت قاعدة بتقولي يا ده الدنيا اللي حواليا دي هتنضف ازاي، ولا الشقة دي هتنضف ازاي، وتبقي مكسوفة بقى لو حد جالك على غفلة. وسبحان الله يا اختي اللي ما بيجيلكيش هيجيلك وهي شقتك مكركبة. والله طب جربي كده. طول ما شقتك نظيفة ومسطرة محدش هيجيلك. لكن لو شقتك بقى ايه مكركبة وفيها كل الاختراعات اللي في الدنيا كل الناس هتجيلك. كده خلاص بقى ايه قلبت الرز مع الشعرية. بحب اقلبه شوية يا بنات واحط له حبة ملح او مرقة دجاج. طبعا زي ما انت عايزة مرقة الدجاج دي. خلاص كده بقى ايه وهحط الرز. مية الرز من حنفية، انا ما بغليش مية ولا اي حاجة. وبيطلع معايا رز مفلفل لاخر حبة. بصي يعني الحركة دي متعلماها من مامتي ربنا يخليها لي. توقفي كده المعلقة بس كده خلاص ما وقعتش ولا حاجة يبقى الرز بتاعك زي الفل. طبعا حسب الرز اللي عندك، في رز بياخد ميه وفي رز ما بياخدش، كل واحد طبعا كل نوع رز غير التاني. كده كان خلاص اخر حبه كده قلت احمرهم. وهنا خلاص الكفته بتاعتي زي الفل. طفت عليها كمان كانت ناقصها بس حبه ملح كده. انا ما بحبش الحاجه مملحه قوي، يعني العادم عندي احسن من المملح. المملح مش هتعرفي تعالجيه، لكن الحاجه العادمه عادي هتعالجيها. كده كده واحنا على السفرة بحط ملح دقة كده، بعمل دقة في ملح بفلفل اسمر دي لازم تبقى معايا على السفرة. خلاص كده بقى قفلت على الكفتة بتاعتي. وهبدأ اعمل بقى الكفتة التانية اللي بقولك عليها. جبت حلة كده حطيت فيها معلقة سمنة بلدي بتفرق قوي يا بنات. وحطيت بقى الكفتة كده بعد ما حمرتها طبعا. وحطيت بقى ايه عليها ورق لورا، مستكة، حبهان. طبعا مش هحط ملح ولا اي حاجة لان هي يعني الحياء بتاعها مظبوط. واسيبها بس كده ايه احمرها شويه. كده خلاص بقى دي كده كنت قفلت عليها. طبعا لازم احمرها شويه يا بنات لحد ما اسمع الصوت اللي هو ايه الخشخشه بتاعتها ده. طبعا الرز لسه زي ما هو لسه يا دوبك هيغلي غلوتين. وهوطي لفوق وهتشوفيها هيطلع معايا ازاي. احلى رز مفلفل لاخر حاجه يعني. دي بقى كده الكفته التانية. هسيبها كده يعني هتبقى حوالي 10 دقايق كده في الحله مع معلقه السمنه. وافضل اقلب فيها بقى كده لحد ما اسمع الصوت اللي هو ايه بقى. صوت الطشه ده. الكفته دي حلوه قوي كنا بنعملها زمان في الافراح. يعني بتبقى تغيير عن الكفته الحمراء. خلاص كده احط كوبايه ميه او كوبايه شوربه اللي انت عندك او المتاح ما بتفرقش والله. انا حاطه كوبايه ميه على فكره. بس كده اقلبها تقليبه حلوه واسيبها بقى ايه واغطي عليها تغلي غلوتين 3 كده. وتفرجي عليها تبقى كفته تحفه. في كتير على فكره ما يعرفوش النوع بتاع الكفته ده. بس احنا عندنا بنعمله في الافراح بيبقى حلو قوي. ربنا يا رب يجعل ايامنا كلها افراح يا رب. كده خلاص بقى هسيبها تغلي غلوتين وهتشوفيها تبقى عامله معايا ازاي. تحفه والله بجد احلى من كفته الرز دي. بالنسبه لي انا احلى من الكفته اللي هي ام لحمه مفرومه دي. ام لحمه مفرومه دي تحس ان هي بتكش كده وملهاش جره زي ما بيقولوا. لكن الكفته ام رز دي بتبقى البركه كلها. خلاص بقى كده الكفته بتاعتي الحمراء هي زي الفل. والكفته التانية النوع التاني اللي بقولك عليه بتاع الافراح ده. والرز بتاعي بصي مفلفل تحفه. تحفه لحد اخر حبه والله مفلفل معايا زي الفل. بصي ده كده كان غدانا النهارده والحمد لله.
طريقة حلوة وسهلة. وعملنا بقى حاجات من عندنا من التلاجة، ما اشتريناش حاجة من بره. دي فايدة الحاجات اللي احنا بنجيبها من الشهر. لو عايزين نعمل لكم الميزانية بقى كل اسبوع مثلا، ميزانية الاسبوع بتبقى احلى شوية من ميزانية الشهر. اكتبوا لي في التعليقات وانا ان شاء الله ربنا يقدرني ونعملها. ايه رأيكم بقى في الغدا بتاعنا النهاردة؟ بألف ألف هنا وشفا، ويا رب تكون طريقتي عجبتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.